السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل احلى سمك مكرونة، بجد بجد احلى من بتاع المحلات، مش كلام، لا بجد. هتشوفوا النهاردة حبة سمك حلوين بجد. ده سمك مكرونة، المكرونة البلدي اللي هم بيقولوا عليها سويسي. قطعيها طبعا مقطعة ومغسولة ومتنضفة وزي الفل، وغسلاها بطحينة وغسلاها بعصير ليمون وحبة مية كده صغيرين. بغسلهم واسيبها يا دوبك 3 دقايق في قلب النقع دوت، واطلعها على طول عشان خاطر السمك ما بيستحملش حتى المية، جسمه بيتهري بسرعة، فخلي بالكم يا بنات. ده معايا سمك اهوت ماشي، حوالي كيلو ونص. خش بقى على البهارات كالعادة اللي هي العادي، يعني مفيش حاجة جديدة. بس طبعا الجديد استنوه معايا، او الطريقة هنعملها ازاي ديت، خلوكوا كده عشان خاطر تتفرجوا لاخر الفيديو. ما تنسيش بقى تعملي لي اشتراك بعد اذنك، اشتراك ولايك وكومنت حلو منكم، ويا ريت تتفرجوا على الفيديو يا بنات، علشان خاطر اللي بيخش يتفرج على القناه ويروح رميلي كده كومنت وياخد بعضيه ويطلع، انا كده مش بستفاد حاجه. وطبعا تخطي الاعلان برضو مش بيخليني استفاد اي حاجه، ما بيجيش على تعبي ان انا واقفه كده بصور لكم، والله ببقى تعبانه وهو بصور لكم. يعني فضلا يعني وليس امرا، بعد اذنكم. نخش على المكونات. البهارات العاديه خالص بتاعت السمك العادي، معلقتين صغيره، معلقتين ملح، ومعلقه شطه، ومعلقه كمون، ومعلقه كزبره ناشفه، ونص معلقه صغيره قرفه، اقل من نص المعلقه قرفه، وتوم كام فص كده، ومعايا ربع كوبايه خل، ومعايا 3 ليمونات هعصرهم. وكل دوت هحطه في قلب الكبه وهفرمه مع بعض. ما عندكيش كبه في قلب الهون، ودوق الحاجات دي مع بعض، وبعد كده حطي الخل وحطي عصير الليمون وتحيقي بيه السمك وتسيبيه شويه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي، انا فرمت اهوت الدقه اهيت. انا نسيت بس اقول بس حاجه اللي كان في الكوبايه، عشان خاطر لو حد بيتفرج بيشوف الفيديو يعني من خارج مصر دوت. انا حطيت ربع كوبايه خل، حطيت ربع كوبايه خل. بصوا بقى هعمل ايه. طبعا انا معايا السمك هنا اهوت، هاخد السمكيه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا قلبها قشطه، هحطها كده كده وهحطها في قلب الطبق. خلاص يا بنات اهو، خلاص. هعمل كله كده وهسيبه شويه يتحيق، هعمل كله كده وهسيبه يتحيق خلاص، بس عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا بقى يا حبايبي، انا دلوقتي اهوت انا ماشيه معاكم واحده واحده اهو. بصوا ادي كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا. عايزين تخلوا كوبايه دقيق وكوبايه نشا ماشي، براحتكم، بس نص كوبايه كويسه، مش هتقول لا خلاص. كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا، وهحط رشه قرفه يعني ربع معلقه، وحبه ملح صغيرين، وحبه كزبره ناشفه. ويا سلام كمان لو عندكم سمسم، ممكن تحطوا حبه بس تطحنوه زي الكزبره كده، بيدي طعم تحفه. بس انا بصراحه ما عنديش سمسم خلصان من عندي، فانتوا لو حطيتوا حبه سمسم مطحون كده بس مش مطحون قوي يعني، بيدي طعم فظيع قوي قوي يا بنات. جربوا الطريقه ديت هيعجبكم قوي. خلاص ادي كده خلصنا من الدقيق بتاع السمك. طبعا انا سايبه السمك برضو يتبل على قد ما اقدر، اكون انا عملت حاجه تانية. هتقولي انت حاطه الصينيه الكبيره دي ليه؟ هقول لكم برضو انا حطاها ليه، بس واحده واحده، خلينا ماشيين كده مع بعض واحده واحده. بس يلا لو وصلتوا معايا لغايه هنا اعملي لي لايك وكومنت حلو واشتراك في القناه بعد اذنك. بصوا بقى يا حبايبي، احنا هنعمل مع بعض بابا غنوج. ماشي، بابا غنوج بقى احلى بابا غنوج هتاكليه. هتقولي انت عماله تقولي احلى سمك واحلى بابا غنوج، ومحدش بيعمل يعني سمك غيرك وبابا غنوج غيرك. لا مش قصدي والله يا بنات، انتوا على راسي من فوق، وكل طبعا اللي بيعمل حاجه على راسي. طبعا كلكم شاطرين بسم الله ما شاء الله، بس كل واحد بيبقى عنده طريقه مختلفه عن التانية. انا بصراحه لما اكلت البابا غنوج دوت من مطاعم كتيره ما عجبنيش خالص، ما حسيتوش زي اللي انا بعمله. حتى برضو ولادي وجوزي برضه قالوا لي نفس النظام، قالوا لي لا يا ماما مش حلو زي اللي انت بتعمليه، هو سهل وبسيط. بس خلينا نشوف نمشي مع بعض كده واحده واحده. انا طبعا عندي بتنجان اي يعني اي حاجه، بس المهم ان هو يكون بتنجان، يكون الكبير دوت الرومي. خلاص انا طبعا غسلاه وهعمل له كده تفتحات كده بالسكينه كده، واروح احطه على عين البوتاجاز، او اوطي عين البوتاجاز كده واحطه عليه
يتشوي، واسيبه بالزهره بتاعته بالعنقود بتاعه دوت خلاص. وكل شويه احطه على يعني اشغل البوتاجاز واوطي عليه واحطه كده شويه واسيبه مثلا 10 دقايق، وارجع اقلبه على الناحيه التانية كده واقلب فيه كده على البوتاجاز واحطه كده. يعني مسافه حوالي مثلا بتاع تلت ساعه هبص الاقيها استوت، وهنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض فيها. بصوا حبايبي انا شويت البتنجانيه اهيت ماشي، سبتها يعني خدت حوالي اقل كده من نص ساعه خلاص. وجايبه هنا ميه فانا هقشر البتنجانيه دي، هقشرها كده بالراحه اهي، هبل ايدي ميه كده وهقشرها ايه، وهقشرها عادي كده، هبل ايدي ميه عشان القشره بس تلزق في ايدي خلاص. هعملها كده كلها وهطلعها، هطلع القلب بتاعها واحطه هنا في الطبق. هنا معايا معلقتين كبار طحينه ورشه كمون، وهحط عليهم معلقتين خل كده كبار، وهحط نص ليمونه، هحط عصير ليمونه عليها برضو، وهحط البتنجانه عليها، وهحط في الهون فصين توم صغيرين ونص معلقه صغيره او اقل من نص معلقه، يعني خلوها ربع معلقه صغيره ملح، هدقهم في الهون وهقلب كله على بعضه. هحط التوم دوت على البتنجان، بس اهرس الاول البتنجان مع الطحينه، اهرس البتنجان الاول مع الطحينه، اهرسه كويس قوي، وبعد كده احط الثوم عليها خلاص. يبقى كده البابا غنوج خلص، وبعد كده هنروح نشوف بقى هنعمل ايه. بصوا حبايبي انا دلوقتي ايه هعمل خلاص السمك اهوت هعمله. انا واخده معلقتين من النشا كبار كده، وهحط رشه بودره زعفران، رشه كده صغيره، رشه بودره زعفران، وهحط حبه ميه صغيرين واقلب. مش حبايبي انا ماشيه معاكم اهو واحده واحده عشان خاطر الدنيا تبقى سهله معاكم، واقلب كده كويس، اقلب كده وكده. بصوا بقى يا حبايبي انا جبت السمك اهوت، انا خلاص قلبت النشا مع بودره الزعفران، اقلب كده انزل كده في الميه اللي بالنشا ديت، وهطلع من هنا انزل على الدقيق اللي مع النشا خلاص. اعمل كده اوريكم بقى، اعمل كمان واحده عشان اوريكم، عشان تطلعوها زي الجمبري بالظبط يا بنات، عشان تطلع معاكم زي الجمبري زي ما بتشوفوها في المحلات واحسن كمان. تبرموا فيها كده، تفضلوا تلفوا فيها كده كأنكم بتعملوا صباع كفته، بس طبعا على الصينيه مش على ايديكم اهي خلاص. هتنفضوها كده، وما تيجي تحطوها في الزيت وانتوا بتحمروها خلوها كده، حطوها على الزيت كده، ما تخلوش بطنها تبقى لفوق ولا في الجنب، لا خلوا بطنها لتحت عشان تفضل مقفوله كده وما تتفتحش معاكم، وتطلع زي ما هي كده عامله زي صباع الكفته خلاص، تبقى شبه الجمبري بالظبط خلاص يا بنات. ولو عايزينها تبقى مقرمشه بزياده، اهي هتحطوها برضو هنا برضو تاني كده، وتنزلوا بقى في قلب الزيت خلاص. انا بوريكم اهي كل التكات وخلاص هتتحمر في الزيت وخلاص على كده. هو طبعا هحطه في الصينيه دي كده، المفروض ان انا اروح احط كده على الزيت على طول، بس انا حبيت اوريكم علشان خاطر تبقى الدنيا واضحه قدامكم خلاص يا بنات. هحمرها واجيلكم حبايبي. خلاص خلصت اهوت، بصوا السمك عامل ازاي، مش عايز كلام طبعا. مفيش بقى بطن مفتوحه ولا الكلام دوت، لا مقفول عامل زي صباع الكفته زي ما قلت لكم. الطريقه ديت بصراحه متعلماها من والدتي، هي بتحمر السمك بالطريقه ديت، مش بيبقى بطنه كده مفتوحه وشكله، لا يعني بيبقى احلى من اللي بطنه بيبقى مفتوح، يعني اكنك بتاكلي جمبري بالظبط. وطبعا الرز العادي زي ما احنا عاملين الرز اللي هو الرز الصياديه، وعملت سلطه خضراء، وعملت سلطه الطحينه والبابا غنوج اللي انا عملته معاكم، وطبعا جرجير وزي ما انتم شايفين. جربوا طريقه السمك ديت يا بنات وهتعجبكم قوي ان شاء الله باذن الله. واكيد انتم طبعا بتعملوا احلى واحلى، بس احنا بنتعلم من بعضينا. يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف وعجبكم. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتبعتوا لي كومنت حلو.
ولايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم هدى عبد الحكيم.